كده ان احنا لما نيجي نعمل دلوقتي لما نيجي نختار عشان نعمل الاد، محتاجين ان احنا ندوس على ال9 نقط دول. انا واقف دلوقتي على البيج بتاعتي اهي، هاجي ادوس على ال9 نقط دول وادوس عليهم كده واختار كلمة اد اللي هي البوق اللي هنا ده. شايفين شكل البوق ده؟ هو ده اللي هيفعل لي الحملة الإعلانية بتاعتي أو الإعلان الممول أو أيا كان بقى اللي انتوا بتسموه إيه. المهم أو الأدز مانجر زي ما احنا بنقول عليه. أول ما بدوس هنا بيفتح لي الإيه، الليلة الحلوة. تمام؟ طيب لما هو بيفتح لي المنظر ده، دي أنواع الحملات الإعلانية اللي عندي، اللي هي الكامبين اوبجكتيف اللي احنا بنقول عليها كده. في كامبين سيلز، حملة إعلانية سيلز أو ليدز أو انجيجمنت أو اب بروموشن أو ترافيك أو اويرنس. المفروض ان هما كانوا معكوسين في الاول، او الاويرنس هي اللي فوق، بعد كده الترافيك، بعد كده الاب بروموشن، يعني كانوا معمولين بالعكس، بس ما علينا مش مشكله. احنا ناخدهم من تحت كده لفوق. اول حاجه لو احنا علمنا على الاويرنس دي معناها التوعيه. ايه هي التوعيه؟ لو احنا عندنا براند جديد او بنفتح ابلكيشن جديد او عندنا ستور يعني هنفتحه، بنوعي الناس ان احنا عندنا حملات اعلانيه. دي بتبقى ايه؟ مجرد توعيه. يا اما انا عندي هفتح فرع جديد او هعمل خدمه جديده، او هي بيبقى هدفها ان احنا نوصل للناس، يعني نوعي الناس بالبراند بتاعنا، او بنقول للناس ان انا عندي براند بيعمل واحد اتنين تلاتة، بيعمل اكل، بيعمل لبس، بيعمل شبكة اتصالات، بيعمل ايا كان ايه البراند بتاعي ده بيعمل ايه بالظبط. او بيخلي فيديو فيوز، يعني بيخلي الناس، احنا منزلين فيديو مثلا عن حاجة او عن اعلان مثلا خاص بالبراند بتاعنا، فبيخلي الاعلان ده فايدته انه بيخلي الناس تبتدي تخش تتفرج على الفيديو بتاعنا. تمام؟ او ستور لوكيشن اويرنس، يعني بوعي الناس بمكان الستور بتاعي او المكان اللي انا هفتحه، يعني البراند بتاعي. يعني زي مثلا ما بنشوف كده اتصالات، فودافون، بيبسي، كل الحاجات دي لو احنا شفناهم بيعملوا حملات اعلانيه في الطرق. طب ايه فايده الحملات الاعلانيه في الطرق دي؟ فايدتها ان هو بيوعي الناس بقوه البراند بتاعه، يعني بيستعرض من الاخر ان انا البراند بتاعي قوي. ليه؟ عشان انت لو حضرتك اختفيت محدش هيفتكرك خلاص. لو اختفيت من عيون الناس او من عيون العملاء محدش هيفضل فاكرك. تمام؟ وياما براندات كتيرة يعني عملت كده او حصل كده واختفوا فعلا ما بقوش ظاهرين خالص. فدي اول حملة اعلانية بنشرح معناها دلوقتي، عشان برضو ما نرجعش الناس تسألني السؤال اللي يقولك يعني انا كده ارتبهم، يعني معناه ان انا اعمل اويرنس بعد كده اعمل ترافيك بعد كده. لا 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 لا، كل حملة اعلانية ليها هدف معين. انت حضرتك بتشوف انت عايز ايه الهدف من الحملة الاعلانية. يعني الحملة الاعلانية التانية بتاعت الترافيك مثلا، ايه الهدف منها؟ ان حضرتك بيبقى عندك ويب سايت وبتجيب الناس من خلال ان انت تعمل حملة اعلانية على الفيسبوك، وبتحط اللينك بتاع الويب سايت، فتبتدي الناس تزود الزيارات عندك على الموقع بتاعتك، او ايه بقى، سواء يشتروا او يتفاعلوا معاك، يبعتوا على الماسنجر او يبعتوا على الواتساب، يبعتوا يعني يكلموا المودريتور او يكلموا خدمة العملاء، او بيسألوا يعني عن المنتجات، يستفسروا يعني، او بالاتصال، او لينك كليكس اللي هو ايه، يعني الناس تخش تعمل كليك على المنتجات اللي موجودة على الويب سايت. فترافيك دي معناها ان دي حملة اعلانية لو حضرتك عندك ويب سايت. تمام؟ طيب تالت حملة اللي هي الاب بروموشن. بدل ما حضرتك يبقى عندك ويب سايت، الحملة التالتة دي بتتعمل للناس اللي عندها ابلكيشن. تمام؟ ان الناس تخش وتعمل انستول للابلكيشن بتاعك او تعمل داونلود ايا كان بتسميها ايه. فالناس تخش تحمل الايه الابلكيشن بتاعتك لو حضرتك ان شاء الله بقى عندك ابلكيشن. طيب الحملة الرابعة اللي هي الانجيجمنت، اللي هي احنا بنسميها حملة الغلابة اللي زي حالاتنا كده، اللي هو الحملة اللي هدفها ان انت يجي لك مسجات من العملاء ويبتدوا يسألوك عن سعر المنتج. لا ده بكام، لا ده عندك، لا ده مش موجود، طب عندك لون كذا. دي اللي هو الحوارات بمنتهى البساطة كده ايه، بينك وبين العميل بتحصل يعني من خلال المسجات دي. الهدف من خلالها ان انت بتخلي العميل يبعت لك مسجات على الماسنجر او الانستجرام او الواتساب، او لو انت عامل فيديو برضو بتخلي الناس تخش على الفيديو يكون في فيوز على الفيديو او بيتفرجوا على الفيديو بتاعتك، او بيحصل حركه ايه، حركه بيعيه او حركه شرائيه، اسف، ان الناس بتخش من خلال المسج تبعت لك تقول لك انا عايز الاوردر ده، او انا عايز الطلب بتاعك ده، او البرودكت بتاعك، او السيرفيس بتاعك. من الاخر عايز يستفاد بالخدمه اللي انت مقدمها، او عايز يستفاد بالبرودكت اللي انت مقدمه.
تمام. جنريشن وهي من اعلى و... و... واغلى الحملات الاعلانيه اللي بتتعمل. الليدز او الليد جنريشن زي ما احنا بنقول عليها، هي الحمله اللي بتتعمل اغلب الشركات العقاريه او الشركات اللي هي بتاعه الكورسات، بتدي كورسات وحاجات زي كده، اكاديميات بتدي كورسات. بيبقى الهدف في الاول وفي الاخير ليها ان هو تجمع داتا عملاء. تمام. يعني حضرتك بتخش مثلا بتلاقي صيغه الاعلان مكتوب عليه ساين اب، فانت بتدوس ساين اب. تمام. اللي بتدوس ساين اب ده معناه ان ده عميل مهتم، فهو داخل بتدوس ساين اب. الليدز دي بتديك زي فورم كده، بتبتدي حضرتك تخش وتكتب اسمك وعنوانك وايميلك ورقم تليفونك وكل الحوارات دي، عشان يبقى معايا داتا عملاء، او العميل ده بدل دخل اهتم بيا، يبقى معنى كده ان العميل ده عميل بتاعي. يعني اقدر بعد كده اعمل له ريتارجت، او اقدر استهدفه بعد كده في المرات اللي بعد كده، واقول له مثلا انت عشان عميلي او في لويالتي او في ولاء، اقدر اديك قيمه معينه او نسبه خصم معينه عشان تستفيد بيها لان انت عميلي. ادام دخلت اهتميت بيا يبقى انا كمان ههتم بيك، صح؟ دي حملات الليدز او الليد جنريشن. اغلب شركات السياحه، اغلب شركات العقارات، اغلب شركات اللي هم زي الاكاديميات بتاعت الكورس كده بيعملوا كده الموضوع ده. طيب اخر واحده هي السيلز. السيلز معناها ايه؟ سيلز معناه يعني مبيعات او بيع. تمام. الهدف منه ان هو بيوجد لي ناس عايزين يشتروا بيعي بمعنى اصح بنسبه 100% يعني. تمام. طيب عندي هنا conversion، وعندي في الانجيجمنت برضو conversion. الكونفرجن اللي هي البيع او حركه البيع. طب ايه الفرق بين الكونفرجن اللي هنا في الانجيجمنت اللي انتوا شايفينها على اليمين تحت اهي، وايه الفرق بين اللي في السيلز الحمله الاعلانيه السيلز وبرده كونفرجن موجوده على اليمين اهي؟ تمام. دي كده هدفها بيع، والانجيجمنت برضو فيها كونفرجن. ايه الهدف بين دي او الفرق بين دي والفرق بين دي؟ الفرق بين في الانجيجمنت الكونفرجن بتاعها ان هو بيستهدف الناس اللي هي عندها ميول تفاعليه اكتر من شرائيه. تمام. لان هو الانجيجمنت يعني تفاعل. تمام. يعني انت بتخش حضرتك تكتب كومنت، تكتب تعمل لايك، تعمل شير، تبعت على المسج، تقعد تلت. اما السيلز هو بيستهدف الناس اللي هي عندها ميول شرائيه اعلى من التفاعليه. تمام. هو ده الفرق بين الكونفرجن ده، الكونفرجن هنا والكونفرجن في الانجيجمنت. تمام. دي كده الست حملات اعلانيه اللي موجوده قدام حضراتكم. في كمان حمله تانية لو انتوا جيتوا عند فايند يور اوبجيكتيف كده، في حمله تانية لو فتحتوا كده اللي هي اللايك بيج. طبعا بيج لايك دي مهمة جدا. بعد ما حضراتكم بتبتدوا تعملوا الصفحة بتاعتكم وتنزلوا محتوى لمدة مثلا اسبوع ولا حاجة عن البيج بتاعتكم، السيرفيس بتاعكم، البرودكت بتاعكم، بتبتدوا تعملوا ايه؟ حملة بيج لايك. هي من ارخص الحملات، اللي هو في اليوم ممكن تصرفوا $5 ل $10 في اليوم، وبتجيب نتائج هايلة جدا. ليه بقى؟ لان الخوارزميات بتشتغل على الناس المهتمين بالمجال اللي انتوا فاتحينه او الصفحه بتاعتكم بتتكلم عنه. فبتبتدوا تلاقوا ناس داخلين متفاعلين حقيقيين، مش ناس وهميه، لا دول ناس فعلا متفاعلين مع شغلكم، لان هم داخلين بمزاجهم، مش حد ماسك لهم الكرباج يعني. تمام. طيب الحمله الثانيه اللي هي الايفنت الاخيره، عشان بس كده نقفل الفيديو ده وابعته لكم. الحمله اللي هي الايفنت دي بقى، مع دي اللي هو لو في كاتب كتاب، في فرح، في خطوبه، في ايا كان ايه الحاجه، دي بتتعمل عادي. يعني بتعملوها عادي، وبعد كده بيبقى في ناس بتخش تعمل انترست. الناس اللي بتخش تعمل انترست دي هي اللي بيتحاسب عليها المسج، او بيتحسب عليها المسج. تمام. لو في بقى افتتاح، في كتب كتاب، في فرح، في خطوبة، ايا كان ايه المناسبة، بتيجي من عند ايفنت اهي ريسبونسز دي. هي دي اي ايفنتات عايزين تعملوها بتعملوها من خلال الحملة الاعلانية دي. كده اكون شرحت يعني من بعيد لبعيد كده او بخطوط عريضة كده كل اهداف الحملات الاعلانيه. هنخش بقى الفيديو الجاي نعمل حمله اعلانيه انجيجمنت، ونبتدي فيها واحده واحده عشان نعرف التفاصيل بتاعتها كلها. تمام.